هم افتكروا ان احنا وي ور هاكت، وانا ما بقصدهاش من ناحيه نيني جاي من اوروبا ازاي فلست وعامل ماركتنج كامبين مش عارف ازاي فلست وعامل بلاتفورم. من الناس اللي ابتدت فكره موضوع ستاربكس واللابتوب ومش عارف ايه، تيجي ساعه القبض والله الدنيا واقعه والشغل والوضع. ازيك يا فضالي؟ زي الفل. عامل ايه؟ 100. فضالي انت بقالك كام سنه فريلانسر؟ 2013. كأي فريلانسر انت اتنصب عليك كتير قوي. اصعب نصبايه، اصعب واحده اللي هو جت فيك قتلتك، كان واحد صديق، وطبعا هو بيدور على اشطر حد ماركتينج مش عارف ايه وبتاع، وعارفه انت اول ما بتيجي انت كفريلانسر بتقعد مع حد في القعده الاولى بيبقى احنا البادجت مفتوحه طبعا. احنا معانا كل الصلاحيات ومعانا كل حاجه، بس احنا جامدين والدنيا وبتاع ده على فكره حتى لو مش صحاب. باول قعده لازم تبقى ايه، احنا جامدين والبادجت واصرف وما يهمكش ومش عارف ايه وبتاع. تيجي ساعه القبض والله الدنيا واقعه والشغل والوضع، وانا بعت عربيتي وسلفت مش عارف مين وبتاع. فانا دخلت معاه واشتغلت معاه فترة يعني. طب ايه الاخبار؟ مفيش خالص. الدنيا ماشية ازاي؟ مفيش. في الاخر خالص كانش معاه فلوس يعني، وزعلت منه شوية بس خلاص يعني، وربنا يكرمه. بس مش هقول على اسمك يا محمد. لو محمد دخل عليك من باب دلوقتي هتقول له ايه؟ هات فلوسي. هيديها لك؟ لا، هيبقى عنده ظروف برضه. دايما هيبقى عنده ظروف. محمد دايما عنده ظروف. اتقال لك كم مرة احنا اصحاب فظبطني؟ كل يوم 3 مرات 4 مرات 5 مرات. بتظبطهم ازاي؟ ببعت له محد تاني يشتغل. التعديلات لا هنا سأسقط قليلا. انا عايز اسالك على حاجه. التعديلات دلوقتي لما بتطلب منك بتسمي الفايل فاينل؟ لا. بتسميه ايه؟ ما ينفعش اقول في الكاميرا. يعني انت كل ما بتديني تعديل كل ما اسم الفولدر ما بيبقاش لطيف. بعد ده you pay extra. وهو كده لما الكلاينت يلاقي ان هو محتاج يدفع اكسترا يقول والله هو مش وحش يعني، لو فكرت ده جميل والله ولونه جميل وحلو وبتاع. فدي احسن طريقه يعني بتشيل الحاجات ال unnecessary. ما هي بص الكلاينت على ما تربيه. define الكلاينت المثالي. عارف هو عايز ايه، فاهم شغلي بيمشي ازاي، بيحترم وقتي وبيدفع حلو. اصل لو كل ده وما بيدفعش يبقى ملوش لازمه برضه. يعني انا مادي جدا في الموضوع. لو انت جالك اكتر كلاينت عكس ده تتعامل معاه ازاي؟ على حسب هيدفع ولا لا. لو هيدفع انا هشتغل. بس هي كمان بتسوق سمعه الفريلانسرز جدا. لا ما هو هقول لك على حاجه يعني at the end of the day انا واحد لما بفكر في الموضوع هو انا بشتغل ليه. اوكي ميك سنس. يعني انا فريلانسر ما عنديش المميزه بتاعت ان انا ابقى ابن الشركه. انا عمري ما هبقى ابن الشركه. يبقى ايه، ادفع فلوس. ينفع فريلانسر يبقى ابن الشركه؟ لما يبقوا بيعتمدوا عليك. احنا رمينا الشغل ده على مثلا احمد، رمينا الشغل عليه ومش محتاجين ندور وراه خالص. طب خليني اقول لك على حاجه بالنسبه للموضوع ده. في كلاينت انا اشتغلت معاه في ماركتنج، كان سوشيال ميديا ومش عارف ايه وبتاع. قبل كده انا اشتغلت معاه 4 سنين، احنا عملنا 3 ميتينجز بس. ده ازاي ده؟ بس ازاي؟ انا بعمل الاستراتيجي وبعمل كل حاجه وبعمل الديزاين وبعمل الاكسكيوشن وبعمل كل حاجه، وهو حول لي الفلوس بتاعتي بس. 3 ميتينجز. الاحلام. 3 ميتينجز بس. الميتينج الاول كان عشان عايز يقول لي ان احنا في برودكتس جديده وبرودكت لاين جديد. الميتينج الثاني كان بيطمن عليا. الميتينج الثالث كان بيقول لي ان هم بيفلسوا. كان كلاينت جميل يعني. كم كلاينت قال لك ان هو فلس؟ كتير يعني. انا اقول لك على حاجه في موضوع التفليسه دي. في ناس ما بتفلسش معاها فلوس جوه بس ما بتقولكش. يعني انت كفريلانسر لازم تشوف ازاي فلست وعامل ماركتنج كامبين مش عارف ازاي فلست وعامل بلاتفورم. فانت برضو لازم تبقى قراري حويط جدا. لازم تبقى حويط. يعني فكر فيها اللي هو والله انا مفلس وظروفي مش عارف ايه، وبعدين بتلاقيه عامل اوت دور كامبين وجايب عمرو دياب مثلا. اخبار الدولارات المتلتله ايه؟ كانت هناك جنب الكاميرا. اخبار القعده في ستاربكس ايه؟ على فكره بقول لك على حاجه. انا اول ما اشتغلت فريلانسر تحديدا من الناس اللي ابتدت فكره موضوع ستاربكس واللابتوب ومش عارف ايه، اسوه بالاستاذ راغب علامه لما كان بيفتح اللابتوب. انا ما كنتش بطلب قهوه عشان كانت غاليه، بس كنت فريلانسر واقعد في ستاربكس وافتح اللابتوب بس بشرب ميه عادي. بشرب ميه عادي جايبها من الكشك اللي بره. الشغل فيه ما هواش باللطافه اللي انت متخيلها، لان انت مثلا فاتح ميتنج تكسير كوبايات وعيال
بتلعب وستات بتنم وناس بتتخانق. انا يعني وانا في مصر بحب اشتغل في القهوه البلدي. انت القهوه البلدي ب5 جنيه هيعمل لك كورنر يرمي الناس كلها بره. 10 جنيه هيعمل لك كل حاجه وتاخد الركن بتاعك ويعمل لك الواي فاي ليك لوحدك. والله بتطلع الواي فاي، لو ما فيش هيعمل لك هوت سبوت عشان انت دافع. طب بمناسبه مصر اللي اتطورت، انت بقالك كام سنه ما نزلتش مصر؟ بقالي 2.5 كده 3. اكبر تطوير يعني صدمك ايه؟ هي في الناس حاجه وفي الشوارع حاجه. في الشوارع ان لغينا اليوترنات، الناس بقى كله عايش في توتر، وانا ما بقصدهاش من ناحيه نيني جاي من اوروبا وكله عايز يشتغل فريلانسر. بس انت اشتغلت فريلانسر كل كام سي في عملته عشان تبقى فريلانسر؟ يعني انا عندي 25 نسخه للسي فيات. عندي سي في ان انا سوشيال ميديا سبيشالست، عندي سي في ان انا مودريتور لما بتزنق في فلوس بروح فيه، عندي سي في ان انا انترناشونال ماركتنج مانجر، عندي سي في ماركتنج دايركتور اوف ستارت اب، عندي سي في بزنس ديفلوبمنت سبيشالست. اغرب تاسكايه عملت لها سي في كان في الجيمنج، وكانوا محتاجين حد بيعرف عربي بيسجل نطق عربي للجيم، بيعملوها localization. Why you play without mic, man? Get out, please. Get out and bring mic. How we can make communication with us. فانا مش عارف اكتب ايه السكيلز اللي ممكن تبقى مطلوبه؟ هتكتب ايه يعني؟ انا عارف ان هو فويس اوفر، بس هي مش شغلانه فويس اوفر. انت محتاج انت تلوكلايز اللانجوج نفسها وانت اللي تسجلها كمان بصوتك. فترانسليتر، حطيت حته ترانسليشن، ما انا ترجمت في يوم من الايام، ترجمت لحد، في الاخر ادوها لواحد متخصص، طلعت شغلانه بجد. ايه هو لينكد ان عليه شغل؟ محدش قال لنا. امال لا، ده انت عليه بقى ايه، بدور جوب تايب وعندك ريموت، هايبرد، بارت تايم، فول تايم، وانت اللي بتبتدي تختار. ولو دخلت على ريموت هيجيب لك اونلي ريموت جوبز اللي موجوده. فيعني دي حاجه من الحاجات اللي هو يعني it's a type of environment, it's not a job. يعني هو environment الشغل انك ريموت او ان انت فريلانس. وحتى موضوع الفريلانسنج اظن الناس بتخلط ما بين الشغل اونلاين والفريلانسنج. بيخلي الناس تفهم ان الانكم بتاع الناس اللي شغاله ريموتلي مش ثابت. ليه؟ لان هو فاكر ان انت على طول فريلانسر. لا، هو يعني based on my experience انت عندك اللي بيشتغل ريموتلي، عندك فريلانسر، عندك كونتراكتور، عندك فول تايمر، عندك اونر اللي one person business one man show. فكل دي انواع بتاعت ريموت ورك. تمام. والانواع دي بقى بتخش في الفيلدز والاندستريز مش عارف ايه. فانت ممكن تبقى موظف و9 to 5 وكل حاجه وممل، بس شغال اونلاين من دهب. صح. اشتغلت كم مره من دهب؟ كتير قوي. انا اشتغلت من دهب ومن غير دهب. يعني انا ما بعرفش اشتغل في اوفيس، انا عندي فوبيا من الاوفيسز. اوكي. والله مش دلع، بس انا ما يعني اعرفش. موضوع انه الفريلانسر بيشتغل بحر دي ما طلعتش اكذوبه؟ لا. امال ايه اللي طلع اكذوبه؟ ان الشغل سهل. سيبك ان كله قاعد بيتنطط وبحر وبتاع وانت قاعد فاتح، بس انت ممكن تبقى قاعد دماغك شايطه من مصيبه سودا حاصله، مش عايز تبقى تموت المود بتاع صحابك وبتاع، ومصيبه قاعده قدامك مش عارف تعمل فيها ايه. اكتر مصيبه عملتها في شغلك؟ انا اشتغلت في الانترناشونال ماركتنج فتره. فانت الانترناشونال ماركتنج في حاجه كبيره بالذات اللي هي بزنس تو بزنس. انت بتبيع لشركات من شركه لشركه. انت بتبقى بتبعت ايميل ماركتنج، يعني حاجه في التسويق، انت بتبعت ايميلات متخصصه في التسويق. فانا كنت قاعد شغال على 2 كامبينز في نفس الوقت. تمام. وانا مالتي تاسكينج شاطر والدنيا زي الفل، بس ما كنتش شاطر في السوفت وير اللي بنبعت منه. وانا راجل عايز اتفزلك. احنا كنا المفروض نبعت للصين لاكتر من 15,000 ايميل، ومفروض كنا نبعت لكندا تقريبا 10,000 ايميل، ودي ايميلز سي اي اوز سي ام اوز، مفيش مارجنال ايرور. ونسيت حاجه صغيره كده في بوتن صغنطط كده جميل وبتاع. بعت الايميل الصيني لكندا والانجليزي للصين. فالكنديين صحيين لقوا ايميل بالصيني مبعوت لهم، والصينيين لقوا ايميل بعلم كندا محطوط طب يعني تفتكر رد فعل اول واحد فتح الايميل الصيني؟ هم افتكروا ان احنا وي ور هاكت، يعني افتكروا ان الشركه اتعمل لها هاكينج اترفضت؟ لا خالص. ليه بقى؟ لان انت كشخص شغال ريموتلي. قلت لهم يا جماعه هو انا مين اللي اداني تريننج؟ انا بتعلم، انا سيلف ليرنر. وسيلف ليرنر دي كلمه لما الدنيا تخيش منك لازم تقولها. انت ايه؟ انا سيلف ليرنر او ليرنينج كيرف. عايزين نتكلم على الترمينولوجيز اللي بتسكت دي يعني. طب ايه تاني ترمينولوجيز بتسكت؟ الكامبين مثلا، انت لو في ماركتنج مثلا الكامبين اندر بيرفورمينج، فاهم؟ فانت ما تقولوش خيشنا. ايه بقى؟ تقول له ايه؟ اندر بيرفورمينج and has room for potential. يعني والله تقول له it has room for potential, it has room for improvement. بس ما تقولوش احنا خيشنا، فلوسك اتصرفت يا عواد. طب انا هقول لك وانت قول لي. ماشي. انت بترد على الناس متاخر قوي. بس personally on a personal note، لان محدش فيكم بيدفع لي حاجه. معلش بقى. احنا دلوقتي شغالين في الشركه وانت خدت مني فلوس للايميل لماركتنج تول، وفي الاخر انت اصلا ما جاليش اي ريبلاي على اي ايميل، فجيت لك بعد 3 شهور قلت لك والله انت خدت مني فلوس كتير قوي للتول دي وما جاليش اي ريبلاي. تمام.
تقولي ايه؟ هرد بايميل let's book a time to have a call. ما هي تختفي. لا let's book a time، لان انت لو رديت على الايميل في روم فور miscommunication، في روم ان هي تقوم ماسكه عليك كلمه انت كاتبها في الايميل غلط. ركز بقى، ما انت ما ينفعش تكتب حاجه تتمسك عليك as long as ان انت خيشت يعني. فانت تحجز مثلا اكول، وفي الكول دي تبقى مجهز لها جيفت زياده، فاهم، مظبط الدنيا يا ماشي جيفت يعني سوفت وير زياده مثلا، بروموشن اكسترا مش عارف ايه، وبعدين تقول لها ايه we are continuously improving our relationships with our customers and as a priority I decided to talk to you personally myself. يا بجد والله يا نهار ابيض على التواضع. ايه بقى؟ ايه الحاجه اللي بتزنقك فبتخليك تقول learning curve؟ لما بعمل حاجه تضرب في وشي learning curve. ألف شكر. فريلانس يارد حلو، المج ده هاخده. ايه رايك في اللوجو بتاعك؟ هو النكست ليفل بتاع فايرفوكس. اوكي. لا مستحيل البس بدله، انا ما عنديش بدل يعني. انا في مره كان في جالا دينر، المفروض بقى انا مسافر ورايح، خدت بدله صاحبي مع ان انا معايا اشتري والله معايا، بس يعني هجيب بدله البسها مره وارميها، ما اجيب 25 تيشيرت رمادي. انا احب التيشيرتات الرمادي والسودا. هو درج هيعد ورايا حيرة كل يوم. التظبيط الشغل اهم من الشغل نفسه. ممكن يبقى عندك بورتفوليو واقع بس حاطط له كده بقى وفاهم وعامل لك كده في الصوره ويعني فاهم. انت ليه مش شغال فول تايم زي اللي كاتب الاسئله؟ عشان ما اجيش بقعد في اوفيس واجيب واحد قاعد اصوره واساله واعمل فيها مهم ويتنك عليا وبتاع. لا يا عم خلينا نشغل في البيت. ادي ريت اللي كاتب الاسئله كرانشي من بره وطري من جوه بس حلو. لا جميل جميل. خش على فريلانس يارد يا جماعه، هتستفادوا. اها